السندريلا الأولى، الفنانة عائلة راتب وحكايتها مع الفن والزواج. كتب خطاب معوض خطاب أن الفنانة عائلة راتب تعد واحدة من أكبر نجمات السينما المصرية، وقد قامت في شبابها بأداء البطولة في عدد كبير من الأفلام أمام أكبر نجوم الشاشة مثل عماد حمدي وأنور وجدي وغيرهما، كما أدت الأدوار التانية وأبدعت في أدائها في المرحلة الثانية، وخاصة في دور الأم في عدد كبير من الأفلام السينمائية، وجاءت في الأدوار الكوميدية وأجادت في الأدوار الكوميدية والتراجيدية على حد سواء. ولعلنا نذكرها في دور سعاد هانم في فيلم طلاق سعاد هانم، ودور الأميرة في فيلم ألف ليلة وليلة، ودور حسنية في فيلم الفرسان الثلاثة، ودور زوجة الوزير في فيلم القاهرة 30، ودور والدة عبد الحليم حافظ في فيلم أيام وليالي، ودور الأم في فيلم لا تطفئ الشمس، وفيلم عائلة زيزي، وفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين، وغيرهما من الأدوار التي لا تنسى، والتي أكدت موهبة وإبداع الفنانة الكبيرة عائلة راتب. وما لا يعرف الكثيرين أن الفنانة عائلة راتب هي أول من أطلق عليها لقب السندريلا قبل أن يطلق على أي فنانة أخرى، وذلك لإيجادها فنون التمثيل والرقص والغناء. كما أطلق عليها أيضا لقب معونة الشتاء، وذلك لأنها كانت تساعد أسر كثيرة من الفقراء والمحتاجين سرا بمبالغ شهرية. واسمها الحقيقي كاملة محمد شاكر، ولدت في 22 مارس سنة 1916 بحي الجمالية العريق في القاهرة. كان والدها يعمل بقسم الترجمة بوزارة الخارجية المصرية، وكان يحلم أن تدخل ابنته كاملة مجال السلك الدبلوماسي مثله، لكنها لم تشاركه نفس الحلم لأنها كانت تهوى الفن، حيث تفتحت عيونها عليه وهي في المدرسة. وكان عقابها من الأهل شديد جدا وقاسي حين علموا برغبتها في العمل في التمثيل، ولكن عمتها احتضنتها وشغلتها وشجعتها على ممارسة التمثيل. وسنة 1930 شاركت في بطولة أوبريت هدى الذي حضر عرضه في ذلك الوقت رئيس الوزراء المصري إسماعيل صدقي باشا وأعضاء وزارته، وكان سنها في هذا الوقت 14 سنة، وغيرت اسمها إلى عائلة راتب. وصدم والدها عند علمه أنها تمارس العمل بالتمثيل، وأصيب بالشلل بعدها. بعد فترة عادت لوالدها باكية لما أصابه وابتعدت عن التمثيل، وبعد فترة من الوقت طلب والدها أن يراها وهي تمثل على خشبة المسرح، وبالفعل حضر العرض المسرحي التي شاركت فيه وفرح بيها جدا وأصبح يشجعها، فكانت فرحتها كبيرة. ويذكر أنها عملت في فرق مسرحية كثير مثل فرقة زكي عكاشة، وفرقة علي الكسار، وفرقة عزيز عيد. ومرت الأيام وهي تعمل بفرقة الفنان علي الكسار، واشتهرت وتقدم للزواج منها أحد البشوات، وحاول علي الكسار إقناعها على الزواج من الباشا، إلا أن زميلها في الفرقة وكان يدعى حامد مرسي قال للفنان علي الكسار إنه بيحبها جدا ويريد الزواج منها. وبالفعل تزوجت زميلها حامد مرسي، وأقيم حفل زواجهم على مسرح فرقة علي الكسار. وحامد مرسي كان المنافس الأول للمطرب محمد عبد الوهاب في ذلك الوقت، ولقب بدنجوان عصره، وذلك
لتعدد مغامراته العاطفية، وكان أول من غنى بلحن الموسيقار سيد درويش زوروني كل سنة مرة، كما تغنى بلحن أنا المصري كريم العنصرين، كما ظهر في عدد من الأفلام السينمائية منها مولد يا دنيا، سلطان الطرب، أنت اللي قتلت بابايا، زقاق المدق. فكانت حياة عقيلة راتب مع زوجها تسير بين شد وجذب بسبب تعدد علاقاته الغرامية، لم تقبل هذا الوضع مع الوقت، وطلبت منه الانفصال في هدوء، وحدث بالفعل الانفصال. قدمت عائلة راتب أول أدوارها السينمائية سنة 1936 في فيلم اليد السوداء مع زوجها حامد مرسي الذي شاركها البطولة، وفيلم ألف ليلة وليلة مع علي الكسار، وانطلقت بعد ذلك سينمائيا وتلفزيونيا ومسرحيا، حيث مثلت في مسرح التلفزيون عند افتتاحه مع الفنان إسماعيل ياسين، ثم مع فرقة نجيب الريحاني، وشاركت بطولة كثير من الأفلام السينمائية منها القاهرة 30 وزقاق المدق، وبدأ أدائها في القمة في فيلم لا تطفئ الشمس، ومسلسل عادات وتقاليد الذي بلغ حلقاته 338 حلقة، ومسرحية البيجامة الحمراء، ومسرحية مطرب العواطف. عملت فيما لا يقل عن 200 مسرحية و60 فيلم سينمائي، غير الأعمال التلفزيونية والإذاعية. وقد كرمها الملك فاروق بمنحها شهادة تقدير، وكذلك منحها الرئيس جمال عبد الناصر وسام الدولة في عيد العلم سنة 1900